السلام عليكم. انهيار وصدمة الإعلام الجزائري بعد فوز المنتخب المغربي على المنتخب الغيني في افتتاح كأس الأمم الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد باريس، ويسخرون من الجزائر. شاهد ماذا قالوا. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد الريمونتادا التي حققها المنتخب المغربي على المنتخب الغيني وتحقيق الفوز في هذه المباراة ضمن التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس، فقد تفاعل الإعلام الجزائري مع فوز المنتخب المغربي. وهنبدأ بالمحلل الجزائري علي بن شيخ الذي أدلى بتصريحات لقناة الهداف الجزائرية وقال: لقد شاهدت هذه المباراة خصيصا من أجل تشجيع المنتخب المغربي الذي لم أشاهده خلال الشوط الأول، والذي استحوذ على الكرة المنتخب الغيني وكان أفضل بكثير من المنتخب المغربي، إلا أن المنتخب المغربي فعل المعجزة في الشوط الثاني وحقق ريمونتادا تاريخية على المنتخب الغيني وقلب المباراة رأسا على عقب بفضل التغييرات التي أبرمها المدرب، والتي حققت التوازن للمنتخب المغربي الذي استحق الفوز في هذه المباراة. وأعتقد أن المنتخب المغربي سيكون منافسا شرسا على هذا اللقب، سوف يتأهل إلى أولمبياد باريس، بينما نحن في الجزائر ولكن نحن من الأساس لم نتأهل إلى هذه البطولة التي ستؤهل إلى أولمبياد باريس. فاللاعبون المغاربة اليوم حققوا فعلا المعجزة، انتصروا لأنفسهم وقاتلوا لآخر دقيقة ويستحقون الفوز في هذه المباراة. وأنا بصفتي جزائري أتمنى فوزهم بهذه البطولة. وفي النهاية، لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.